السيد المسيح نازل على السحاب أمام كل العيون، والشمس هتطفي والقمر هيتحول لدم، وهتقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. الناس هتقف على المطارات، كل واحد عايز يرجع لأرض ميلاده. ساعتها الزلازل هترقص العماير والأعاصير هتكنس الأرض، وفي تغيرات مناخية هتحصل، إعدادات العالم منها هتتغير. كل الكلام ده مكتوب في النبوات القديمة، وجه الزمان اللي هتتحقق فيه. احنا بنعيش في لحظات تاريخية، لحظات تاريخية ما حصلتش قبل كده. احنا الجيل اللي هنشوف كل النبوات اللي مكتوبة في كتاب النبي زكريا وكتاب النبي دانيال وكتاب النبي يوئيل، وكل الانبياء دول اللي بكلمك عنهم اللي موجودين على قناة اليوتيوب. لما عايز تسمع النبوات السياسية، اسمع على قناة اليوتيوب. هنا هتسمع كلام روحي في الفيسبوك. الوقت قريب، احنا داخلين على نهايات العالم، داخلين على نهايات العالم. مطلوب مننا حاجة واحدة، ان احنا نخش في الروح القدس، نخش في فلك نوح التاني. فلك نوح التاني هو الروح القدس. كل من يؤمن بالرب يسوع بيخش في الروح القدس، بيكون ليه نجاة. اما كل اللي بيرفض يدخل في وحدانية الروح القدس لن يكون له نجاة، لان الروح القدس هياخد المؤمنين من العالم ويصعد الى السماء قبل نزول الكوارث الكبرى بتاعت يوم القيامة. فالوقت قريب. ان كنت ان كنت عايز تصدق هذه الرسالة دي هتكون في حياتك. اما ان كنت رفضت هذه الرسالة فمش هتكون في حياتك. انت مطلوب منك انك تقبل تصدق الخبر. بمجرد ما تصدق الخبر، الروح القدس هيدخل فيك وهيغير قلبك لقلب رجل اخر. الوقت قريب. عمال هاتي في الفيديوهات في الصفحة من زمان، ومن قبل اللي بيحصل ده كله كنت بكلمك في الكلام ده. هو دي الكلام اهو بيحصل. فالوقت قريب. عايز تصدق الخبر صدقه، مش عايز تصدق ما تصدقش. كل ده يحصل لان الاب اتقلب على ابنه، والابن اتقلب على بيه، والاخوات ابتعدت عن بعض، والصلة الرحم اتقطعت، ولاد العم بعدوا عن بعض، والناس بقت ماديين ما فيهاش روح، كلها بتعيش من اجل انفسها. ليهم صورة التقوى لكنهم منكرين قوتها. كلهم بقوا الزيف ملا الدنيا، واصبحوا قليلين. هم اللي سبتوا مع المسيح اقلية قليلين. دول الروح القدس هياخدهم ويصعد بيهم الى السماء قبل نزول اهوال يوم القيامة. فالوقت قريب. احنا في الايام الاخيرة، احنا في الايام الاخيرة. والكلام ده كله مكتوب في الانجيل. يعني الكلام ده مكتوب في الانجيل. ان صدقت الانجيل ده صدق كلامي. كل ملخص الانجيل: ان امنت بالسيد المسيح تنول الحياه الابديه، اما رفضت السيد المسيح لن تنول الحياه الابديه. ده الملخص كله، وبقوله لك في اخر الفيديو. فانت ابحث في الكتب كلها، هتعرف ان السيد المسيح هو المخلص الوحيد. الوقت قريب. استعدوا للقاء الهكم.